شوف ده كتير في عيد الاضحى. دي حاجه اسمها سرقه السكينه، ان هو مش مدرك لسه انه ده حصل، ناكر ان ده حصل، فبيحاول يقاوم، بيحاول يقوم، بيحاول يعمل. لكن في الاحداث العظام الانسان ما بيقدرش يقوم على طول، بيقع وبتبقى وقعه وحشه قوي وبيكتشف. وده يمكن يفرق الحزن العادي اللي هو موقف عدى وخلاص ودينا بس عارفين نقوم، عن الحزن الشديد والاكتئاب، انه هي حاجه ما يتقامش منها، ما يتقامش منها الا بمساعده، سواء مساعده ذاتيه او مساعده من الاخرين، وما يتقامش منها على طول، بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد طاقه وبتاخد حاجات كتير. فرفقا بنفسينا، خليني اقول لكم انه سيجموند فرويد بيقول عن الانكار انه الانكار هو رفض معرفه الحقائق المحبطه. افتكرت المعلومة دي، أو افتكرت كان أبرز تجسيد لفكرة الإنكار لما الله يرحمها الفنانة رجاء حسين كانت بتتكلم عن ابنها الكبير، وإنه كان ضابط في الجيش وتوفى فجأة. فهي قالوا لها هو في المستشفى، ما قالولهاش إنه توفى. فلما راحت وعرفت إنه توفى قعدت تضحك وقعدت تقول